ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي. أغنية لشاعرنا العبقري حسين السيد وغناء الفنانة القديرة فايزة أحمد، كفيلة إن هي تغير مودك من السيء للأفضل أو العكس، وده بناء على وجود ست الحبايب في حياتك من عدمه. ربنا يخلي كل أم عايشة ويبارك في عمرها ويرحم كل أم توفت وسابت أولادها. بنحتفل كلنا بعيد الأم يوم 21 مارس من كل سنة، وكلنا بنفكر في الهدية المناسبة واللي عمرها ما هتكون مناسبة في الوقت نفسه ولا تعوض لحظة من حنان ست الكل الغالية. كتير مننا ما يعرفش منين بدأت الحكاية وإزاي كان الاحتفال بعيد الأم، ومين اللي ابتكر الفكرة العالمية، ومين اللي مشي على الخط في الدول العربية وأولها مصر. جهز نفسك عشان أحكي لك الحكاية، وعلى رأي عبد الحليم حافظ لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية. أنا محمد فرج وانتوا دلوقتي في حياة زمان. الفكرة بدأت في أمريكا سنة 1872 من المؤلفة الأمريكية جوليا هاوي، وكان هدفها تمكين الأمهات في السير بمسيرات السلام وقتها، واللي كان فيها الأمهات بيعانوا من بعض الاضطهادات من جانب المجتمع والأسرة. الحكاية وقفت عند الحد ده، ولكنها رجعت تاني بقوة سنة 1908 بعد تنظيم مجموعة من الأمهات معاهم الناشطة الأمريكية آنا جارفس، اللي قادت الحملة في شهر مايو بالتزامن مع ذكرى وفاة والدتها. الفكرة فضلت ماشية كام سنة لغاية 1914 أقر الرئيس الأمريكي ويلسون التاريخ كذكرى للوفاء بالأم، وخلاه يوم أجازة عامة في البلد. آنا كان هدفها تحقق رغبة أمها، مش الاحتفال بيها، لأ، لأن والدتها كان نفسها يجي اليوم اللي العالم كله يتذكر فيه الأمهات، ويكون بداية لعهد جديد من السلام مع المرأة وتكليل لنجاحها وجهودها في الحياة، وتحديداً في الأسر الأكثر عنفاً. من هنا أعجبت بالفكرة الحكومات في كل دول العالم، كل دولة خصصت يوم الاحتفال بعيد الأم. يعني عندك بريطانيا بتخصص يوم الحد الأخير من شهر مارس للاحتفال بيه، النرويج لغاية دلوقتي بتحتفل بيه في فبراير، والسويد بتحتفل بيه في آخر حد من يونيو، وفرنسا في أول حد من يونيو. العيد اشتهر بأنه يوم أجازة في كل الدول، في محاولة من الحكومات إن هي تسن عادة بتذكر الأمهات بدورهم والآباء والأبناء تجاه والدتهم. جرت العادة إن الكل يقضي اليوم مع والدته، حتى لو كان مسافر بعيد بيرجع ليها مخصوص ومعاه مجموعة من الورود والزهور عشان يقدمها ليها مع أي شيء والدته بتحبه من حلويات وخلافه. طب ناخد نفس كده مع بعض ونقول القصة بدأت إمتى وإزاي في الدول العربية. خلي بالك من اللي جاي ده ما بين قوسين. بعد سنين شقة وتعب وسهر ليالي بعد وفاة زوجي، تعبت جدا مع أبنائي، كلهم هجروني بعد ما كبرتهم واتجوزوا وسابوني لوحدي. الكلمات اللي فاتت دي كلمات مؤثرة جدا انطلقت كالرصاص من سيدة مصرية أصيلة بعتت شكواها لعلي ومصطفى أمين مؤسسي جريدة أخبار اليوم، وده كان سنة 1955. علي ومصطفى أمين اتأثروا بالكلام ده وقرروا إن يوم 21 مارس من كل سنة يكون يوم للوفاء بالأم اللي تعبت وسهرت وكافحت في غياب أو حضور الزوج. وتم اختيار التاريخ ده عشان يكون بداية لأول يوم في فصل الربيع، وبيذكر الناس والأبناء عموما ببداية صفحة جديدة ونقية في العلاقات مع الأم. حابين نقول إن مهما عملنا مليون عيد مش هيوفي قدر وقيمة الأم. ودول كلمتين مني كده لست الحبايب ولكل أم فاضلة بتتفرج علينا في الفيديو ده. لو جبت أجيبلك إيه؟ لو جبت أجيبلك إيه وإنتي اللي دايما فاكراني؟ ولو اتكلمت أقول إيه؟ ما إنتي اللي معلماني، شايلك جوايا حنين يغرق سفن المواني، دي الراحة طريقها فين؟ معاكي يا عشق وجداني. لو كان في عيني غيوم من حزن أو شيء تاني، بشوفك أنسى الهموم وارمي في حضنك هواني، بتخلي الصعب يهون وبتشيل بدالي أحزاني، ده بعيد عنك بكون كلام من غير معاني، لما بتغيبي بسمع صوتك يونس حرماني، وأبكي بقلب متوجع لو حاجة عنك واخداني.
أنساك إزاي يا أمي، أنساك إزاي يا أمي، ده أنتي سكني وعنواني، بصوت القلب بنادي، سمعاني يا نبع حناني، لو زعلتك مرة يا ريت تسامحيني يا كل أوطاني، غير حضنك ملاقي بيت، وانشد اللي من بعدك ألحاني، أنشد اللي من بعدك ألحاني. إحنا كده خلصنا. قولنا في التعليقات رأيك في حكاية النهاردة، وما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من عشاق الماضي. فريق أعمال حياة زمان يتشرف بمتابعتكم على صفحتنا على الفيسبوك، ولو بتشوفنا على اليوتيوب اعمل سبسكرايب ولايك وشير لو عجبتك الحلقة. السلام عليكم، نشوفكم على خير.